ثم تنهد وقال: 5 أخطاء تحرمك من الراحة النفسية. قبل ما أبدأ من فضلكم لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك ومشاركة. أول خطأ المثالية الزائدة. الشخص اللي عاوز طول الوقت يكون أفضل واحد وما يغلطش أبدا وما يفشلش أبدا هيعيش طول عمره تعبان وهيحس دايما بالنقص، لأننا بشر هنعجز ونمرض ونفشل، وده دليل بشريتنا ولا يمكن نصل لدرجة الكمال، لأن الكمال لله وحده. تاني خطأ محاولة إرضاء كل الناس، وإنه الشخص عاوز يعيش زي ما الناس عاوز مش زي ما هو عاوز. ثالث خطأ كثرة التفكير في الماضي، زي الندم على حب فاشل او فشل في عمل او خساره شيء ما، ولان الماضي لا يمكن ان احنا نقدر نرجعه هيعيش الشخص ده في حاله عجز دائم. رابع خطا كثره القلق على المستقبل، لانه هيخليك تتوقع توقعات سلبيه طول الوقت، وطبعا هتعيش في حاله قلق دائم. خامس خطا واهم خطا يحرم الانسان من الراحه النفسيه الانشغال بغذاء الجسد من الطعام والشراب والجنس، وعدم غذاء الروح من خلال الصلاه وقراءه القران والذكر الاستغفار والصدقه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك. عرفت